يا جماعة اقسم بالله انا مش مصدقة. هاتي كده براوي صابون ورشي عليها الملح بالشكل ده وانتي هتوفري فلوس كتيرة جدا. انا مش عارفة الوصفة دي كانت فين، عملتها لنفسي وعملتها لوالدتي ووفرنا فلوس كتيرة جدا. يلا كده نصلي على رسول الله في التعليقات الاول، وما تنسيش اللايك الحلو منك لو اول مرة تشوفيني. وهاتي كده براوي الصابون ورشي عليها الملح وتعالي نعمل حاجة عظمة هتدعي لي عليها. يلا كده نبدأ مع بعض. كلنا بيتبقى عندنا براوي صابون كتيرة جدا، بدل ما ترميها او بدل ما تسيبيها كده تنشف معاكي على الحوض ولا تعمل ميه على الحوض، هاتيها بقى كده يا ست الكل وجمعيهم وهاتي كده في طبق. وهاتي بقى اي كميه انت عايزاها، يعني انا مثلا هعمل كميه الصغيره دي، انت ممكن تعملي كميه كبيره وتشيليها عندك. بعد كده هتجيبي بقى عندي المبشره، وهنبتدي ان احنا نبشر كده الصابون. اهم حاجه ان انت تبشريه ناعم خالص، وهنبشر كل الكميه اللي انا عاملاها دي. بصي هتتبشر معاكي على طول. بصي اهو، هعمل بقى التاني وارجع لك على طول وهوريكي هنعمل ايه في الصابون. يلا كده قومي بقى معايا لحد انا ما اخلص. جهزي كل براوي الصابون اللي موجوده عندك وشويه ملح، وتعالي بقى جربي معايا. ادي كده شويه صابون هعملها معاكي. هتجيبي بقى كده معلقه من الملح، معلقه واحده زي معلقه الشاي، وفي اي طاسه قديمه عندك، اهم حاجه تكون طاسه قديمه ما تكونيش بتستخدميها في حاجه. وبعد كده حطي بقى براوي الصابون على معلقه الملح وارفعيهم على النار، وهتحطي حوالي نص كوبايه من الخل، وكمان هحط ربع كوبايه من الميه. طب كميه الميه وكميه الخل على حسب كميه الصابون، خلي بالك لو انت عامله كميه كبيره يبقى هتزودي كميه الخل، وكميه الميه بتبقى اقل من كميه الخل. تمام. بعد كده هتدوبيهم بقى على نار هاديه خالص زي ما انا عملت كده. لازم تهدي النار. وهحط بقى كده معلقه من البيكنج باودر او البيكربونات على حسب المتوفر عندك، وابتدي بقى قلبي ودوبي الصابون خالص بالشكل ده. بصي مع الخل بقى والبيكنج باودر وكمان الملح، هتلاقي الصابون في الاول كتل كده معاكي وبعد كده هيبتدي يدوب. هحط انا بقى ليمونه. لو انتي مزوده الكميه يبقى هتضاعفي كل المكونات دي. عصرت كده ليمونه وهبتدي ان انا هدوبها لحد ما يبقى عامل معايا زي المعجون. تعالي بقى اوريك العظمه اللي احنا هنعملها. اول حاجه هننضف بيها مفاتيح البوتاجاز اللي مليانه دهون اللي مطلعه عينينا. بجد بتخلي مفاتيح البوتاجاز دي بتبقى روعه كانها لسه جديده. بصي تمسكي كده في الاسبونشه وتدعكي وبمنديل وامسحي بقى وشوفي النظافه. بصي همسح لك بقى، شوفي بقت عامله زي المرايه ازاي. بجد روعه، جربيها على مفاتيح عيون البوتاجاز وهتلاقيها نضفت معاكي على طول. طب هنستخدمها في ايه تاني؟ تعالي بقى نستخدمها في تنظيف الحوض. الحوض اللي استلس برضو هتخليه جديد. شويه كده على الاسبونشه وشويه ميه، وتعالي شوفي الحوض بقى عامل معايا ايه. بصي بقى الحوض مراية بينظف الاستانلس حلو جدا. طيب بما ان هو بينظف الحوض هيبقى اكيد بينظف ايه؟ اكيد برضو بينظف الحنفيات. بص الحنفية بعد ما غسلتها بجد روعة روعة يا بنات. هتنسي المساحيق وتنسي المصاريف اللي احنا بنصرفها على منتجات التنظيف. طب تعالي بقى ننظف بيها كمان الحيطان. ايوه هتشيل لك كل الحبر، كل اقلام الرصاص، كل البقع اللي موجودة عندك سواء كانت الوان او لون ابيض. تعالي كمان غسلتي بيها الاستانلس بتاع البوتاجاز. روعه روعه روعه، بتنضفي بيها الاستانلس وبيرجع جديد. انا هنضف دلوقتي البوتاجاز، كملي بس معايا للاخر وشوفي شكل البوتاجاز هيبقى عامل ازاي. بصي وادي النتيجه. عملت بيها البوتاجاز وعملت بيها كمان الازاز بتاع الظهر بتاع البوتاجاز. والبواقي عندي او اتبقى عندي شويه بخليهم كده في علبه زي ما انت شايفه وبشيلهم بستخدمهم. يلا كده لايك حلو منك، وما تنسيش تشيري الفكره دي لقرايبك وحبايبك وخلي الكل يستفيد. نبدأ بأول فكرة. أول فكرة بقى هقولك على طريقة العجينة السحرية للصراصير. زي ما انت شايفة كده بتبقى عاملة زي المية، وتقدري ان انت تلميها بمجرد ان انت تمسكيها في ايدك بتبقى ناشفة، واول ما تحطيها كده وتسيبيها بتبقى عاملة معاكي زي المية بالظبط. دي بقى عجينة سحرية فظيعة للصراصير. هنعملها النهاردة في البيت بمكونات بسيطة وسهلة، وهتقضي لك على الصراصير الكبيرة والصغيرة. بصي بمجرد ان انت تسيبيها بتفك كده كأنك سايبه شويه ميه. بصي العجينه بمجرد ان انت تسيبيها بتبقى عامله زي شويه الميه، وتقدري بس ان انت تلميها. دي بقى العجينه السحريه هنعملها النهارده عشان الصراصير. بصي بقى يا ست الكل هتحتاجي ايه. هتحتاجي معلقتين بالظبط من النشا، على معلقه من البيكربوناتو، على معلقتين من الخل،
ولازم كده تفكي النشا بالشكل ده بالخل من غير اي اضافة مية خالص زي ما انت شايفة. لازم علشان العجينة دي تنجح معاكي وتموت لك الصراصير لازم توصلي للقوام ان انت تسيبيها تبقى عاملة معاكي زي المية، وتقدري ان انت تمسكيها كده وتلميها تبقى عاملة زي العجينة. بصي يعني تاخدي كده شوية على ايدك بالشكل ده، هي عاملة زي المية بالظبط، بتلاقيها دابت كده زي المية، بس تقدري ان انت تلميها تاني في ايدك. لو عملتيها بالشكل ده يبقى انت كده عملتيها ناجحة 100%. هتحطيها بقى في الاماكن اللي انت بتشوفي فيها الصراصير. عايزة اقولك الصراصير هتاكل منها وهتلاقيها ميتة وناشفة ومش هتشوفيهم تاني. تاني فكرة معايا، تعالي اقولك على طريقة تخلي البطاطا دي تبقى معسلة وحلوة جدا معاكي من بره ومن جوه. معروف ان دايما قشرة البطاطا بتبقى بتطلع عسل كده وبتبقى فيها شوية نسبة سكر وتبقى متكرمله كده معاكي. احنا بقى نعمل فتحات في البطاطا قبل ما تتشوي علشان السكر او التكرمله دي تدخل جوه البطاطا وتخلي البطاطا معسله من بره ومن جوه. الطريقه دي حلوه جدا، بالشوكه كده تقعدي تعملي فيها فتحات كتيره قوي قبل الشوي وبجد هتلاحظي الفرق. بصي بالشكل ده كده بقت الكرمله اللي بتطلع من القشر هتدخل جوه البطاطا وتخليها معسله من بره ومن جوه. تعالي بقى نشوف الفكره رقم 3. تالت فكرة معايا، لو انت عندك المقص ده وبيصدي منك بالشكل ده ما بيكملش اسبوع وتلاقيه صدى معاكي، اقولك على طريقة حلوة جدا هتعمليها بمجرد ما يظهر عليه الصدى. بتجيبي ايه بقى؟ بتجيبي كده منديل واي مذيب دهون عندك، اي نوع، ما بقولكيش هاتي نوع معين، اي نوع مذيب دهون اللي احنا بنرشه على عيون البوتاجاز ورش كده بقى. عايزة اقولك هيشيلك الصدى بطريقة حلوة جدا. هسيبه لدقيقتين 3 وبعد كده بالمنديل تبتدي ان انت تمسحي الصدى بالشكل ده. بصي الصدى بيطلع معاكي ما بيكملش دقيقة، ودي احسن طريقة تنضفي بيها المقص ده من الصدى. هو بيبقى حلو جدا وحامي بس للأسف بيصدي بسرعة. هروح اغسله دلوقتي. بصي بعد ما غسلته بقى عامل ازاي، بجد الطريقة دي بتشيل لك اي صدى موجود في المقص. انا غسلته طبعا عشان بستخدمه في المطبخ. تعالي بقى الطريقه اللي بعد كده، لو انت عايزه تسنيه بقى كده ويفضل دايما حامي معاكي، بتجيبي اي مقص صلب وتبتدي انت تفتحي وتقفلي كده عليه المقص بالشكل ده. عايزه اقولك بيخلي المقص عامل معاكي زي الموز بالظبط ويفضل كده حد معاكي اطول وقت ممكن. دي احسن طريقه تسني بيها اي مقصات موجوده عندك في البيت.